السلام عليكم. اهلا خوتي خواتاتي، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ عواشركم مبروكه. الله يعطيكم الصحه وراحه البال. بزاف ديال الناس اللي قالوا لي كتقولي غير السلام الغزالات، واش غير البنات اللي متبعينك؟ راه حتى الدراري متبعينك. اخوتي الف مرحبا ومرحبا بكم في القناه المتواضعه ديالي، وانتم في داركم وانتم في قناتكم، والف مرحبا بكم. المهم بغيت قبل ما ندوز الفيديو ديالي بغيت نهضر على واحد الموضوع اللي داير ضجه، وواحد الموضوع اللي صراحه كيألم. البنت الطفله ديال تيفلت اللي في العمر ديالها 11 سنه، اللي تعرضت للاغتصاب من طرف 3 ديال الوحوش، 3 ديال رجال، يعني ماشيش دراري صغار ولا شي مراهقين ولا شي حاجه، لا رجال يعني فايتين الثلاثينات وفايتين العشرينات، 3 ديال الناس. هاد الناس هادو كيف ما قلت لكم اغتصبوا هاد البنت هذه اللي العمر ديالها 12 سنه، واللي هاد الاغتصاب نتج عليه حمل وولاده. ركزوا مزيان، حمل وولاده. بنت صغيره في هاد العمر هادي كتحمل وكتولد وكتغتصب، فرا قمه الالم وقمه الوقاحه من هاد الناس هادو اللي تحكم عليهم بسنتين، اللي بزاف ديال الناس غاضبين وما عجبهمش هذا الحكم هذا ديال 2 سنين. فغدا ان شاء الله بحول الله كاينه وقفه احتجاجيه قدام المحكمه الاستئناف بالرباط ان شاء الله، وغادي تكون تما الجمعيه ديال ربيع الكرامه، واللي بزاف ديال المشاهير وبزاف ديال الناس اللي تكلموا على هذا الموضوع وداروا واحد الهاشتاغ باش يتغير هذا الحكم هادو، وهاد الوحوش هادو ياخدوا اقصى العقوبات، لانهم تعداو على واحد البنيته اللي صغيره، ويمكن تكون بنتي، بنتك، بنت واحد اخر، بنت خويا، بنت اختك. المهم نديروا يد في يد باش هاد الوحوش هادو ياخدوا الجزاء ديالهم. كيف ما قلت لكم غدا كاينه وقفه احتجاجيه امام المحكمه بالاستئناف ديال الرباط. غادي يكونوا تما محامون، وعلى راسهم غادي تكون استاذه خديجه الروقاني. فالناس ديال الرباط، الناس ديال سلا، سيروا حاولوا تاخذوا شويه من وقتكم وسيروا تضامنوا مع هاد البنيته هذه الصغيره. فكيف ما قلت لكم تقدر توقع لواحد اخر، تقدر توقع لي، تقدر توقع لك، فخصنا نتضامنوا مع هاد البنيته هذه الصغيره باش تاخذ الحق ديالها. غدا كيف ما قلت لكم كاينه في مدينه الرباط الناس ديال سلا، الناس ديال الرباط، سيروا راه غادي تكون مع الجوج. وحتى الناس اللي باستطاعه ديالهم يتنقلوا، فعلاش لا؟ ما فيها غير الخير، وبزاف ديال الحوايج يعني غادي يتغيروا. نتمناو هاد الوحوش هادو ياخدوا الجزاء ديالهم. المهم غادي ندوز لهذا الفيديو ديالي. انا صراحه هذه دابا تقريبا شي 10 ايام ولا ما 11 يوم، ما واخا كنت كندخل اليوتيوب ولكن ما كندورش في اليوتيوب بزاف، لان انا كنكون في اليوتيوب بزاف، ما كنكونش في التيك توك وداك الشيء. ولكن البارح انا خرج ليا غير الفيديو ديال البنت اللي كتسب المغاربه، ديال هاد الفلسطينيه هاد المتشرده كتسب المغاربه. فاش لحت الفيديو بداو كيجيوني التعاليق بان راه كاين حتى الاب ديالها يعني خرج كيسب المغاربه وداير شي لايف. فبديت كنبحث وكنقلب، وفعلا كنلقى باللي حتى الاب ما مربيش، وحتى الاب كفس من بنته، وما غاديش نستغربوا من لان بنته خرجات ديك الخرجه، فحتى هو راه ما مربيش. خرج قال لك حنا المغاربه كنعبدوا الصهاينه، حنا عبادين الصهاينه، وخرج كينعتنا باننا ما مربيينش، وان بنته كان لازم تجاوب هذاك الجواب. بحال هاد الناس هادو كانوا كيسينوا غير امتى ينوضوا يسبوا المغاربه وينوضوا يعايروا المغاربه. شوف صهاينه الا كان وانتم في بلادكم، في بلادكم جالس علينا لو التطبع ما التطبع اسيدي ماشي شغلك، ماشي شغلك. حنا مع الملك ديالنا، اي حاجه دارها الملك ديالنا حنا معاه. واش كتفهم ولا ما كتفهمش؟ اي قرار خداه الملك ديالنا فهو كيكون في صالح المملكه المغربيه، وحنا ما علينا غير نكونوا سند وفي الجنب ديال الملك ديالنا. واش كتفهم؟ سير عاود راسك، ماشي شغلك فينا. قال لك سيروا هضروا على الغلاء وسيروا هضروا، ماشي شغلك اخويا. حنا الا كانت شي حاجه ما عجبانش في بلادنا فاحنا كنوضو كنهضروا عليها. فهمتي ولا ما فهمتيش؟
خرج قال لهم انا ما غاديش نعتذر، انا ما غلطتش وبنتي ما غلطاتش، حتى حنا ما كنسينوش منك تعتذر، كنسينو منكم ترحلوا، سيروا بحالاتكم، رجعوا لبلادكم، ما كتشرفوناش تكونوا في وسطنا، مادام ما قريتوش بالخير ديال المغاربه عليكم وما احترمتوش هذا الوطن اللي استقبلكم وفرح بكم وكبر بكم، فحتى حنايا ما كتشرفوناش تبقاو معانا. قال لك انا كنشوف هاد الناس اللي كتنتقدني ملي كندخل عندهم كنلقاهم قنوات صغيره وهما باغيين يطلعوا على ظهري، الا بالسلامه شنو كتصنع لينا؟ اشنو جيتي زدتي في المغرب؟ يا جيتي غير كتضيع الخبز وفي الاخر انت كتعايرنا وتسبنا. قال لك انا راجل عليكم وفي بلادكم، هذا قال كيقول الاولاد بلادنا الرجاله ديال بلادنا هو راجل عليهم، بزاف عليك الراجل المغربي الحر، واش كتفهم ولا لا؟ بزاف عليك الراجل المغربي الحر. نتوما ما تستاهلوش تبقاو معنا، فإلا كانت فيكم شويه الكرامه كيف ما كتقول انت عندك الكرامه وعندك النفس وعندك النخوه اللي ما كنشوفوهاش فيك، فسير بحالك. الا كانت فيك شويه ديال النفس والكرامه سير بحالك، لانك ما بقيتيش مرغوب عندنا هنايا وما بقيناش باغيينك لا انت ولا التريكه ديالك. والطامه الكبرى هي فاش سمعت ان مراته المغربيه يلا قبيله شفت واحد الفيديو كتسب حتى هي كتقول له عطيه لامهم، يا الحقيره على ود واحد براني بعتي بلادك وولاد بلادك، يا المسخه يا التراسه، جايبك غير كترسي عليهم تما، ما عاطينكش حتى القيمه بحال الناس، فهمتي ولا لا؟ الحقيره حتى هذيك الا كانت فيكم شويه ديال النفس ديوها معاكم، ومنين انت راجل ومنين انت كتحماق على بلادك وكتسطى على بلادك سيتي تسير تجلس تحارب فيها علاش سمحتي فيها وهربتي. دابا عاد بان لك ولادك 13 سنه ولا ما نعرفت شحال وانت يا سامح فيهم، دابا عاد دير ليا فيها الدور د الاب الحنون. نتوما حاقدين على المغرب من شحال هادي. مشيت كنشوف القناه ديالو فكنلقى بزاف ديال التصرفات اللي كتبين على الحقد ديالهم على المغرب، كيعيبوا في الماكله المغربيه، كيعيبوا في بزاف ديال الحوايج. شكون نتوما اللي عطاكم الحق ولا عطاك الحق تشكر لينا بلادنا ولا تعيب لينا بلادنا؟ شكون انت؟ قال له حتى داك الصحافه ديال والو اللي كيقيلوا هازين الكاميرا وتابعين هاد الاجانب وهاد الحثالات ديال المجتمع، كي جاك الاكل المغربي، كي جاتك العيشه في المغرب، شكون هو باش نسولوه على كي جاه الماكله المغربيه ولا كي جاه المغرب؟ ياكل الجغديد اللي وقف له في كرشو وما نسولوهش، ما نقولولوش كيفاش جاتك الماكله المغربيه، ياكلها ويحترمها وبعينيه وبنيفو في الارض ويحترم بلادنا. انت في بلادنا وجالس بيناتنا وكتاكل من خيرنا وكتلبس لباسنا، والجاليه اللي كتعايرها راه هي اللي هزاتك انت وولادك، وهي اللي لبساتك وكساتك ورداتكم شانو هما، مشاو كيخدموا بدراعهم ومشاو كيقراو وكيمشيو وكيخدموا براسهم مرفوع وكيحترموا البلد اللي هما عايشين فيه، وكيجمعوا وكيجيو لبلادهم براسهم مرفوع، كيديروا المشاريع وكيخدموا ولاد بلادهم معاهم. يلي جالس حتى توكلوك وشربوك ولبسوك عاد خارج كتعاير في الجاليه المغربيه. الحقير انكارين الخير. الا فيكم النفس سيروا بحالاتكم. شحال من مره خصنا نقولوها لكم؟ كيدخلوا عندي شي وحدين في التعاليق اللي تا هما راه ماشيش مغربيين، كيقولوا لك علاش زدتوا، علاش كتهضروا عليهم صافي دبر راسهم. الا ما غنسكتوش، الا جا هذا يسكت ولا اخر يسكت ولا اخر يسكت وصافي راه السيبه اللي ناضي يمسح فينا رجليه. الا ما غنسكتوش كيف ما هو قال لك ما غنعتذرش، وانا غادي نخرج من المغرب نهار يقولها لي الطنطون دراسي حتى حنا دابا قال لنا الطنطون ديال راسنا نعطيوه للراس. فهمتوا ولا لا؟ حتى حنا غادي نعطيو له الراس حتى ندموه. وإلا كان راجل يفتح التعاليق فتح التعاليق. علاش سد التعاليق؟ علاش سدهم؟ حيت ما عندكش الوجه، كلشي كيسبك، كلشي كيعايرك. قلت لك انا ما بغيتش نجاوبكم، حيت كون بغيت نجاوبكم احرق دمكم، ورا دمكم محروق وما حاسينش بيه. قال لك انا ما هربتش من فلسطين حيت فيها وشنو في فلسطين؟ شنو كاين؟
مع احترامنا للناس الفلسطين اللي كيحترمونا، اشنو كاين تما؟ كاين غير الحرب. قال لك انا غادي نمشي نوري لكم التطور، ولا سير جلس في التطور ديال بلادك. اسيدي حنا بلادنا عجبانا بكل شي ديالها، فهمتي ولا لا؟ سير لبلادك وجلس في داك التطور ديال بلادك. يا الشماته هارب من الحرب وسامح في بلادك وداير ليا فيها انا يا راجل، فهمتي ولا لا؟ ويمكن بزاف ديال النقاط راه ما غاديش يكفي فيديو ولا جوج. و الصراحه والله الا تصدمت انا قبيله في مراته المغربيه اللي كتقول له عطيهم. دابا هذا كيجيب له بالو راه المغاربه مدلولين بحال مراته المدلوله الاخرى. راه يهينك نتيا الاولى بعدا، عاد المغاربه اللي ما احترمش بلادك وبلاد جدودك وبلاد ولادك يا الحقيره. يلا الغزالين ديالي، هذا هو الفيديو ديال هذا النهار، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله، مع السلامه.